رسالة لمجلس الإدارة الجبان المتردد اللي مش قادر ياخد قرار، المرتعش. أنا كنت هتكلم على فنيات النهاردة بعد الماتش، مش هتكلم على فنيات. كنت هقول لك جملة إيه وكروز عمل إيه وكان عايز يعمل إيه ويخلي إيه ويسوي إيه وعبد الحميد بسيوني هيلاعبنا إزاي ومش هيلاعبنا إزاي والكلام ده. أنا مش هتكلم على فنيات النهاردة، لأن أنا لو اتكلمت على فنيات يبقى أنا بضحك على نفسي وبشتغل نفسي وبشتغل اللي بيتفرج عليا. رسالة تاني، رسالة لمجلس الإدارة الجبان البطيء اللي بيخاف من الجمهور، اللي الجمهور بيمشيه. زيزو هتخلصوه ولا لأ؟ دي رقم ده أول سؤال. طب هتخلصوه بكام؟ أنت شايف مستوى زيزو لما كان في مستواه، هل هو يساوي ال 70 مليون اللي عايزه؟ مش هقول لك 100 مليون عشان ال 100 مليون ده رقم مش مظبوط. ال 70 مليون او 60 مليون او 65 مليون اللي عايزهم زيزو مع منحة تعاقد 50 مليون، هل انت شايف ان زيزو لما كان في حتى بمستواه هو يستاهلها؟ حلو. لو شايف ان هو يستاهلها اديها له وخلص واديها له. لو جمعت 50 مليون جنيه اللي هو مقدم التعاقد اللي هو عايزه زيزو، اديها له واخلص. رقم اتنين، ادي اللعيبه مستحقاتها. انا مش انا بقى كوجهه نظري، انا وجهه نظري انا زيزو يعني جاي له 3 مليون دولار، 2 مليون دولار في الموسم، 3 مليون دولار في الموسم، ايا كان اللي جاي له في الموسم. انا وحتى لو جددت بالرقم اللي انا عايزه هيفضل في هقولها الجمله دي برضه اللي قلتها قبل كده، هيفضل في ذهني يا كان في 3 مليون دولار يا اخي، مش كنت خدتهم وفكتني من اللعب في الزمالك. حتى لو انا باخد مليون ونص هنا واتنزلت على مليون ونص مثلا قصادهم، هيفضل ده في ذهني وانا بلعب كوره. مش خلاص مستواي مش هيرجع طالما انا في رقم زغلي لعيني عن البطولات وعن الشهرة وعن الحب الجماهير وشعبية وي 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 والكلام ده كله ومنتخب مصر واساسي وي وي والكلام ده كله. طالما في رقم زغلي لعيني خلاص الموضوع انتهى، مش هرجع اركز تاني ببصرة. ده رقم واحد. رقم اتنين، وجهة نظر انا برضو بقى، اعرض زيزو للبيع، مش تعرضه للبيع، اقرب فرصة بيع لزيزو توكل على الله. مش انت بتمشي ورا كلام الجماهير يا عم، مش ورا كلام انا واحد من الجمهور. توكل على الله وبفلوسه كمل على اللي انت مجمعه دلوقتي عشان كنت اديهوله منحه، كمل عليه دلوقتي وادي كل اللعيبه مستحقاتها. تاني، انت ما هتشوف دوري ولا هتشوف لعب، مش دوري، مش هتشوف لعب اصلا، ولا هتشوف زمالك ولا هتشوف فرقه طول ما انت واكل على اللعيبه مستحقاتها. اللعيبه كلها الدوري المصري كله خد على الاقل على الاقل مقدم التعاقد بتاع السنه دي اللي هو ال 25% مقدم التعاقد قبل ما يحط رجله في النجيله في اول يوم، وهو لسه في مرحله اللي هي التمهيد. كله خد مستحقاته. لعيبه الزمالك لغايه دلوقتي داخلين خلاص كلها اسبوع داخلين على 1 يناير وما خدوش ربع جنيه. فطبيعي زيزو هو بيلعب. طب ما انا اطلع يا عم بره من النادي دوت وفكك، العب لي سنتين ثلاثه بره، برجع اخر السنه قبل ما اعتزل العب في الزمالك موسم وخد لي 3 مليون دولار 4 مليون دولار في الموسم او 3 مليون دولار في الموسم ومستحقاتي بانتظام، وجنب لعيبه تشيلني بدل ما انا كل حاجه. لو انا ضيعت كوره يبقى انا كخه، واللي جنبي لو ضيع كوره اصل هو لعيب عادي وانا المفروض ان انا اشيل الفرقه، وضغط وفوز وجمهور وبتاع. ف طبيعي ان انا مش هركز بساغ، طبيعي ان انا مش هركز ببصله. فمفيش فني. بص، لو جبته مش جبته جروس، انت لو جبته جوارديولا، لو جبته انشيلوتي، لو جبته مورينيو مع لعيبه يا اخي، مش لعيبه، مع بني ادمين، بني ادمين مش واخد عرقه، مش هيديلك الروح وضغط الجمهور. مش كل ماتش الكلام ده، في ماتش الجمهور مثلا بيعمله في ماتش يكون الماتش قوي، ماتش عصبي، ماتش كبير، اهلي وزمالك مثلا، اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز مثلا، او ايا كان، ماتش كبير، ماتش صعب.
فالجمهور بيدي حماس للعيبه، فيخليك انت عامل الجمهور هنا بيكسب. لكن عمر الجمهور ما هيخليك يكسب لوحده وعلى طول، اخرك مره مرتين ثلاثه بالكتير في الموسم. لكن دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه الجمهور على جنب، سيبه على جنب دلوقتي. انا كجروس مثلا شايف مصطفى شلبي يعني مش عارف اقول ايه، شايف مصطفى شلبي بيتعالى على الكوره، بلغه محمد مجدي قفشه، بيتعالى على الكوره. انا هزعق له ازاي في التمرين؟ على الاقل ممكن يشوح لي، ممكن يداير وشه ويدخل ما يسمع مننا ليه. انا معيش، مش واخد فلوسي اصلا. هتخصم مني؟ هتخصم مني من ايه؟ من الفلوس اللي انا ما خدتهاش؟ وشيكابالا النهارده نزل، يعني لسه راجل راجع من اصابه، بيحسس برجله على الكوره، لسه بيدوق الكوره لسه. فانت ما عندكش في الزمالك غير واحد بس، زيزو، وينج زيزو اللي هو وينج اليمين زيزو، واللي هو كمان دلوقتي مش في مستواه عشان في مرحله تجديد عقده وبتاع ومشتت ودماغه مش فيه. ففي فرقه مش تلعب على دوري، تكسب حتى شويه في الدوري ماتشين ثلاثه ورا بعض، ما عندهاش غير وينج واحد، او يعني اللي هو نص وينج. مفيش غير زيزو وينج، مفيش وينج شمال خالص. مش لك لو قعدتوا، اقسم بالله لو قعدتوا تحاولوا معاه من هنا لغايه ما يخلص عقده في الزمالك. ده اخره ده لعيب يا جماعه، يرمي له الكوره مش هو ولعيب او في المساحه، هو ولوحده هيزق الكوره ويقعد يجري بيها لغايه ما يطلع بيها اوت، برده مش هيعمل حاجه في الاخر. فانت ما عندكش حد غير ده. تصدق ابراهيم انداي كان برقبته؟ اقسم بالله العظيم ابراهيم انداي اللي احنا كنا مش طايقينه دوت، على الاقل في واحد على واحد بيعرف يعدي، حريف كوره شويه. ابراهيم انداي بيعرف يحط بالهيد، بيعرف يخش جوه 18، بيعمل اي حاجه تانية زياده عن ده. سيد نيمار اللي احنا مشيناه وطلعناه اعاره ده برقبته. فما اعرفش والاقي جمهور يا مشتاق لو نصبر عليه، ولاقي محللين في التلفزيون يا المشتاق ده لو نديله شويه، لو اخد شويه دقايق هيجي منه، اللي هو ناشئ من ابناء النادي. او مثلا واحد جايبه 10000 دولار من افريقيا، من ادغال افريقيا، عنده 18 سنه، فيا لو تصبر عليه. ده موتيبا احسن منه، موتيبا اللي مشي ده احسن منه. ده ايه القرف ده؟ رجاء من مجلس الاداره خد قرارك، وسد ودنك عن الجمهور وعن المدرجات وعن السوشيال ميديا وعن اي حد. في لجنه فنيه، هات لعيبه الكوره القدام اللي بيفهموا في الكوره. شايفين ان زيزو دلوقتي دماغه نص، بنلعب بنص دماغ، نص الدماغ بتاعه في الملعب ومع جروس ومع مدرب ومع المديرين مع الاداره الفنيه، والنص الثاني مع ضغط الجمهور، مع مجلس الاداره، مع تجديد العقد، مع ال 3 مليون دولار، مع ال 60 مليون جنيه. مصطفى شلبي مفيش خالص بقى، لا نص ولا ربع. جزيري دماغه في الربع مليون جنيه، ربع مليون دولار اللي هو 250 الف دولار، اللي هو 25% تقريبا من عقده، او 200 الف دولار اللي هو 25% من عقده، اللي لسه ما خدهمش، وداخل على النص التاني. يعني تقريبا الجزيري ليه 350 الف دولار في كمان كام يوم، يعني كمان اسبوع، وما خدش منهم ربع جنيه. فانت يعني انت مستني ايه من اللعيبه؟ انا مش هلوم اللعيبه، مفيش لعيب بيقعد يلعب بالروح على طول. اللعيبه انت مش ملاحظ حاجه؟ ان اللعيبه كلها مستوى واقع، كل اللعيبه مستوى واقع. ده مش مدرب. لما اللعيبه كلها تبقى مستواها واقع، ده مش مدرب، دي اداره. لعيب لا في حد بره بينافسه ولا بياخد فلوس، انت مستني منه ايه؟ يلعب عشان الجمهور اللي في المدرج؟ ده كان زمان وخلص. رجاء كفايه حرق الدم، رجاء كفايه حرق الدم لغايه كده. ادوا اللعيبه فلوسها، لو محوشين شويه فلوس دلوقتي عشان تدوها لزيزو منحه تعاقد، يتحرق زيزو دلوقتي. ادي اللعيبه فلوسها، وزيزو جاء رضى باللي انتوا عايزين بيه، خير وبركه. مش راضي، في يناير كمان اسبوع اهو اقرب عرض، اول عرض ليك يا زيزو، توكل على الله. يا اما تجددوا له دلوقتي وما ياخدش منحه توقيع، جددوا له دلوقتي، وفي يناير اللي هو كمان اسبوع طلعوه اعاره سنه، سنه ونص.
ياخد فيهم 3 مليون دولار اللي هو ايه باصص لهم ال 150 مليون جنيه عشان البيضه تنزل. كنت ناوي والله اتكلم على فنيات واجيب حالات ونحلل ومش عارف ايه، اتقفلت ومفيش نفس لاي زفت. سلام.